بقول لك يا دكتور، ما تجاوب للناس على السؤال ده. يلا بينا. انا جاي النهارده اسهلها لك خالص، من اول ما تعمل المفتاح كده والكونتاك ينور معاك لغايه البنزين. هفهمك كل حاجه واشرح لك كل حاجه. اول خطوه معايا هفتح المفتاح، لو العداد نور يبقى السكوتر واصل له كهرباء، لو العداد ما نورش وطبعا العداد بتاعك بيبقى دايما شغال ومنور، هروح ابص على ايه؟ على الفيوز. لو العداد عندي فوق مضلم هروح امسح الفيوز، الاقي الفيوز محروق، يا ريت اركب فيوز مكانه، احطه هلاقي العداد عندي منور. بس ادور السكوتر هيدور. تاني حاجه معايا، لو العداد منور وبعمل كده في زماره بس طبعا مفيش دواره، اروح اعمل ايه؟ ابص على الحساس، لو منور معايا ورا يبقى الحساس شغال، لو الحساس مش منور يبقى هو الحساس اللي فيه مشكله، عشان كده مش لاقط معاك. لو ما كانش المشكله معايا في الحساس هيبقى المشكله معايا مثلا بعمل كده مفيش زماره، عمال اتك على الزرار الزماره ضعيف، معنى كده ان البطاريه ريحت. ممكن تبقى عندي مشكله في البطاريه، ممكن تبقى في البلاطه، الدينامو بتاع السكوتر بمعنى صح، بمعنى ما انتوا فاهمين. ممكن يبقى الملف. هي الكهرباء عندي ايه؟ اول حاجه فوق الملف بيدي للبلاطه بيطلع لنا للبطاريه. بعد كده ابص على البوجيه مطلع كهرباء معايا ولا قاطع، بطلع البوجيه واشوف الكهرباء اللي طالعه من البوجيه كويسه. بص الكهرباء قطع، سامع الصوت؟ مفيش اي كهرباء طالعه من البوجيه، معنى كده ان البوجيه ده قاطع. اغير البوجيه السكوتر هيدور معايا. اخر حاجه معايا البنزين، لازم اعرف السكوتر واصل له بنزين ولا لا. طول ما هو مش واصل له بنزين اكيد مش هيدور. طب نعرفه كده منين؟ تعالى افهمك خطوات دوره البنزين خطوه خطوه. يلا بينا. انا شلت الكرسي وطلعت الخرطوم اللي نازل من الرداف، اي حته فبر بعيد عن الحديد وبعيد عن الكهرباء بعيد عن اي حاجه، عشان ما تبوظش برده السلوك وتشقق معانا، ولا نعمله على الحديد ويحصل شرز لا قدر الله ولا اي حاجه. همسك الخرطوم كده على الفبر بعيد اهو بتاع الفلتر، وهدور السكوتر بينزل بنزين اهو، غرق الدنيا بنزين. شايف؟ معنى كده ان الرداخ رامي بنزين كويس للكربراتير. فكده المشكله معانا في السكوتر ده كانت البوجيه ما كانش مطلع كهرباء كويسه للسكوتر، فكان قاطع خالص، فالسكوتر ما كانش راضي يدور. واي حاجه عايزينها اسالوا دكتور سكوتر واحنا هنجاوبكم عليها. مع السلامه.